السلام عليكم ورحمة الله. في سؤالين الفترة اللي فاتت اتكرروا على الصفحة. السؤال الأول هو أنت إزاي كدكتور بتقفل عيادتك وتسيب شغلك وتسافر لحد القاهرة عشان تحضر ماتش في الاستاد؟ السؤال التاني هتشجع الأهلي في كأس العالم للأندية ولا لأ؟ طيب مبدئيًا إجابة السؤال الأولاني إنه أنا كدكتور ليّا شغلي ملتزم بيه وليّا مرضايا اللي أنا يعني ملتزم معاهم وربنا سبحانه وتعالى يكتب الشفا على إيدينا. مركّز في مذاكرتي وفي شغلي ده حاجة، لكن كل واحد في الدنيا ليه حاجة بيحبها وبيفرح بيها. في واحد مثلًا بيحب يروح يقعد على الشط كده من غير ما ينزل المَيّة يبقى مبسوط، في واحد بيحب يدخل سينما، في واحد بيحب يروح مولات، أنا باحب أروح الاستاد، بابقى مبسوط لمّا باروح الاستاد. فدي بس الجزئيه بتاعت السفر. الجزئيه الثانيه بتاعت هتشجع الاهلي في كاس العالم للانديه. انا عن نفسي مقتنع بنظريه انه اي حد مصري قصاد اي حد اجنبي نقف مع المصري ضد الاجنبي. دي وجهه نظري. فانا مع الاهلي ضد اي فريق غير مصري. لما يبقى في البطوله فيها الاهلي وبيراميدز بيتنافسوا مع بعض هشجع بيراميدز ضد الاهلي. لكن الاهلي ضد انتر ميامي انا مع الاهلي. الاهلي ضد بورتو انا مع الاهلي. الاهلي ضد بالميراس انا مع الاهلي. وان شاء الله ربنا يوفقهم وكل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله هناخد الكاس بكره.